couldn't shine down here with you. 'Cause my love is mine, all mine. مش عارفة أبدأ الفيديو ازاي بصراحة، بس يا جماعة ده يوم مميز عشان النهاردة آخر أول يوم امتحانات في حياتي. تقريبا دلوقتي الساعة 6 والامتحان بتاعي الساعة 10، فقلت أصحى كده أذاكر وأراجع. وطبعا باين على صوتي قد ايه ان هو تعبان. ده يا جماعة يعني ده العادي بتاعي أنا قبل الامتحانات. يعني الحمد لله ان انا لسه بصحتي حاليا. انا قبل اي امتحان ببقى يعني غير كده خالص، بس الحمد لله مش مهم اي حاجة. المهم ان احنا بنوثق حاجة مهمة وحدث مهم في حياتي. انا فاكرة ان انا كنت لسه قريب بعمل لكم فيديوز عن تالتة ثانوي وعن المذاكرة، وبعدين الفيديوهات ان انا دخلت كلية سياحة وفنادق وانا كنت عايزة ايه اصلا. الموضوع غريب، الموضوع غريب والوقت عدى بسرعة قوي. والله مش عارفة، حاسة ان انا يعني مستغربة التصوير من زمان عن التصوير على يوتيوب. بس المهم يعني اللي انا واثقة منه ان انا بجد متحمسة قوي للفترة الجاية في حياتي. هعمل ايه مش عندي فكرة بالظبط، محتاجة بس ان انا اتخرج رسميا علشان اعرف انا هعمل ايه. بس كده مش عايزة اطول كتير، عايزة ابدأ اراجع بسرعة في السريع. متحمسة قوي اشارك بقية اليوم معاكم، يلا بينا. ده منظر المكتب لما بكون بذاكر قبلها بيوم. هروقه على السريع. بصوا يا جماعة التودو ليست بتاعت امبارح، اكتشفت ان انا ذاكرت نفس الشابتر ودول ما ذاكرتهمش اصلا. ده مذاكراه قبل كده وده ما ذاكرتوش اصلا، انا بس لخصته. فهبدأ ان انا اقرأ المنهج كله حالا تاني. هعرفكم سريعا بس انا بعمل ايه دلوقتي. انا بجيب المنهج كله وبقعد يعني امشي عيني عليه. دي المراجعة بالنسبة لي، وفي نقط معينة كده بحب ان انا اقعد اسمعها. بصوا انا اصلا عاملة المنهج في مايند مابس، في خرائط ذهنية زي كده اهو. مادة النهاردة اسمها Communication and Media Inheritage، عبارة عن منهج إعلام ومنهج ماركتينج بس مدخلينه في المجال بتاعنا في مجال التراث. فأنا دلوقتي ايه مش عايزة أطول في كلام كتير، عايزة أبدأ مراجعة. وعلشان أبطل كلام عشان بجد صوتي مستفز قوي أول ما بصحى، فيلا بينا دلوقتي مش عايزة أضيع وقت. خليكم بس تلقوا نظرة عن ازاي أنا بلخص المنهج قبل الامتحان. بعملهم as a mind maps كده، خرائط ذهنية، عشان يبقى كل topic في ورقة وابقى شايفة كل البوينتس الموجودة فيه. وبالنسبة لي بصراحة الموضوع ده بيبقى لذيذ في المراجعة وسهل قوي. بس توكل على الله ولا تهتم، اعتمد على الله، ثق بالله سبحانه وتعالى. لابد أن تكون عندنا ثقة بالله تبارك وتعالى، وإلا كيف نكون مؤمنين؟ هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر، أن نؤمن بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، وأنه يعني لا يتغير شيء. والله الذي لا إله إلا لن تزيد فلسا ولن تنقص فلسا من رزقك. طيب انا جهزت يا جماعه، وقلت ارتب بقى شويه حاجات هحتاجها معايا، المقلمه بقى والمناديل والحاجات دي، هظبط شنطتي. يعني بعيدا عن كل الكلام الجميل ده، عايزه اقول لكم ان في محاضره بجد انا ما بصيت لهاش خالص. هي كانت عباره عن 19 سلايد، انا لخصتها في ورقه وش وظهر. وبجد انا معرفش، يعني انا معرفش انا لخصتها، بس يعني لخصتها كتابة، بس انا ما ذاكرتش فيها ولا اي حاجة. فدي وانا في الطريق هقرأها، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تيجي اختياري. انا كل لما حاجة تقف قدامي اقول يا رب تيجي اختياري علشان ما اختارهاش. فربنا يستر بجد، علشان يبدأ دي يعني جميلة جدا وامتحاناتها رائعة وفيها كل الأسئلة اللي قلبكم يحبها. هقول لكم على تip بسيطة تعملوها وانتوا بتراجعوا يوم الامتحان الصبح. زي ما قلت لكم ان انا بمشي عيني على المنهج كله، وبعمل حاجة مهمة قوي، ان اي سؤال بيكون فيه مثلا factors او elements او فيه points معينة وتحتيها شرح، ببدأ ان انا اسمعهم لنفسي في الورقة زي ما انا كنت قاعدة بعمل كده. علشان بس اربط البوينتس. يعني فلنفترض ان في سؤال معين تحتيه 8 steps او مثلا تحتيه عدد معين من الخطوات، وانا بسمع لو نسيت حاجه او في حاجه حسيت ان انا مش فاكره الشرح بتاعها، برجع تاني للورق وابص على الشرح بتاعها. انا بعمل كده من اولى جامعه، وبجد الموضوع بيبقى مفيد جدا وبيساعدني ان انا افتكر حتى وانا في الامتحان. مثلا لو نسيت حاجه بس انا بكون فاكره انه دي كانت مثلا 8 خطوات، فانا بحاول ان انا افتكر ايه اللي ناقص بالظبط. بس قلت اقول لكم معلومه على السريع، لقيت ماما جابت لي الفطار فهقعد افطر وهقعد ابص على المنهج كده سريعا. طيب هو انا تقريبا خلاص بصيت على المنهج كله، وبجد دلوقتي عايزه انام بشكل مش طبيعي.
وماما كانت بتقولي اعمل نسكافيه او اي حاجه تفوقني. انا فعلا محتاجه افوق شويه، بس مش عايزه اي حاجه تزود ضربات قلبي وتوترني، فعشان كده يعني ايه هنام في الطريق. ايه ده ايه ده ايه ده انا المفروض تنزل البطيخه ال 40 جنيه بقى و30 جنيه وحاجات حلوه كده. والعنب. ايش هذا؟ امي ورا. في شارع فيه عربيات اهو يعني تنشف من فوق الماء. خلصنا امتحان وخدنا حته علقة موت. حلو على فكرة. يا الله اوبا، عايزه اخد. انت لسه مكملة يا حاجة؟ ثواني بس. راجل افراح في الفيديو. انا كنت منزوم خلاص. انا بصور فيلم توثيقي دلوقتي، توثيقي. عايزين ناخد شوت عشان احطها في الفيديو. كل ده يتحط في الفيديو. تيتو تيتو عادي عادي، بس عارفة الراجل اللي بيمشي على الشوكة مثلا ولا على النار ده. مانجا نونو. يا لوحي بس يا ماما بس. خلاص يا جماعة، في طريقي إلى المنزل تبضعت بشوية حاجات هوريها لكم لما أروح، وبس كده. بصوا يا جماعة، جبت زراعة الفلفل ديت، جبت منها 2. بصوا جبت المج ده كمان، والطبق ده كان في ناس هناك بتوع فخار فجبتهم منهم.